لا 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 لا، ده بجد مش عادل ابدا. انا بعد ما اصبر كل ده يبقى هو ده اخرتي؟ رنا؟ مين رنا دي اصلا؟ انا دلوقتي هطلع اقول لمصطفى يا اما يطلعني لوحدي يا اما بلاش منها خالص. رنا قال. وانا عصب نفسي ليه؟ اسلام هو انا بيهمني؟ هو بس يفتح بقه كده وانا هوريه. ايه ده؟ اسلام؟ رنا؟ انا عرفت ان احنا هنبقى مع بعض. انا فعلا سعيده جدا. ده انا اللي هطرشق من الانبساط. عشان تبقى فاهم بس من اولها، انا ما حدش يقول لي خلصتي حاجتك ولا لسه. وعلى فكره انا اجي براحتي. انا ما بحبش حد يقاطعني وانا بتكلم، وانا راجل وكلامي هو اللي هيمشي. سم. يلا يا شباب، يلا بروفا، هنبدأ بروفا. يلا 3 2 1. مستمعينا ومستمعي راديو بص وطل، اهلا بيكم في فقره نفسي ابقى مذيع. هيكون معاكم اجمد مذيع في مصر اسلام اسماعيل، والمذيعه الخارقه رنا ابو المجد. استنونا على راديو بص وطل، اقوى راديو انترنت. يا سبحان الله، مش هما دول اللي كانوا لسه بيتخانقوا؟ مستمعينا ومستمع راديو بص وطل، ولسه بنكمل معاكم في مسابقه نفسي ابقى مذيع. احنا اول كابل هنبدا معاكم دلوقتي. معاكم رنا ابو المجد واسلام اسماعيل. ازيك يا اسلام؟ ازيك رنا؟ عامله ايه؟ وازيكم يا مستمعينا؟ وحشتونا جدا يا جدا. مستمعينا يب. يا يعني مستمعين، ازيكم يا مستمعينا؟ عاملين ايه؟ زي ما اسلام بيقول لكم كده بالظبط، احنا هنبدا معاكم في المرحله الثانيه من نفسي ابقى مذيع على راديو بص وطل. قلنا لكم هنكون معاكم دلوقتي احنا الكابل الاثنين. اللي عايز يفوت لينا هيكون يعني احنا الاثنين هنكسب ان شاء الله مع بعض، ومش هنخسر اكيد ان شاء الله. كمان عايزين نقول لكم احنا هنبدا نتكلم معاكم ايه النهارده. هنتكلم في ايه يا اسلام؟ موضوعنا النهارده هيبقى بتحب نفسك؟ يا ترى بتعبر عن الحب ده ازاي؟ شاركونا، مستنيين مشاركاتكم على تليفوننا 26 90 66 81. وهنطلع نسمع نانسي عجرم.
ورجعنا لكم تاني مستمعينا ومستمعي راديو بص وطل في شمس النهار، برنامج سالي عبد المنعم ومصطفى خضر. بس النهارده دلوقتي معاكم اسلام اسماعيل ورنا ابو المجد. واللي حابب يتواصل معانا هيكون من خلال رقمنا 26 90 66 81، وكمان من خلال صفحتنا على الفيسبوك هي راديو بص وطل بالانجلش. زي ما قلنا لكم ان احنا النهارده هنتكلم عن ازاي بتحب نفسك. طب بتعمل لها ايه عشان تحبها؟ هو ده سؤالنا ليكم النهارده. كل واحد فيكم عايزاه يطلع كده ويكلمنا يقول لنا ايه رايه في موضوع حلقتنا النهارده، ازاي بيحب نفسه، اكتشف قبل كده ان هو بيحبها ازاي. نزلت كده مثلا مره وصحيت من نومك كده ولبست هدوم وقلت انا قررت النهارده ان انا ابسط نفسي، نزلت عملت حاجه هي بتحبها. هو ده التغيير او هو ده الحب اللي احنا بنتكلم فيه. عشان تقدر تحب اي حد في الدنيا لازم في البدايه تحب نفسك. تمام. واحنا برضو لما بنيجي نعمل كده يمكن في غلطتين بنقع فيهم. اول واحده فيهم هي ان احنا نخاف شويه من ان احنا نقع في يعني الغرور، فده يخلينا نقلل من نفسنا شويه. ويمكن الموضوع ده احنا وارثينه من ثقافتنا اللي عشان تبعدنا عن الغرور خلتنا دايما نقلل من نفسنا، فما نشوفش الحاجات الحلوه اللي فيها او ما نكافئش نفسنا كل ما ننجح في حاجه، ما نبصش للمميزات اللي فينا. الحاجات دي كلها بتخليها يعني عشان تهرب من الغرور بس بتقع في غلطه كبيره اللي هي التقليل من النفس. بالظبط. يمكن زي ما اسلام بيقول كده بالظبط، انا يمكن اكون اتعرضت للموقف ده قدام عينيا. انا كنت بشوف يا اسلام واحده صاحبتي دايما لما اقول لها انت لابسه حلو ولا شكلك حلو النهارده ولا طرحتك دي شكلها جميل، تقول لي ايه يا بنتي الكلام اللي انت بتقوليه ده، لا شكلي عادي جدا، وبتفضل تقلل جدا من نفسها. فانا كنت بشك في الموضوع جدا، ببتدي اقول طب هي واثقه من نفسها قوي ولا الموضوع بالنسبه لها ان هي فعلا منعدمه الثقه في نفسها. ابتديت اقول لها لا على فكره انت شكلك حلو جدا، انت ليه بتبتدي بتقللي من نفسك للدرجه دي؟ بدات اعرف بعد كده ان هي مش بتحب حد مثلا يمدحها كتير او يقول لها حاجه عشان هي مش واثقه في نفسها او مش شايفه نفسها ازاي. حتى لو الواحد اللي قدامنا ده شكله بالزبط. مش حلو، المفروض ان هو يكون واثق جدا من نفسه وشايف حتى لو اللي هو لابسه ده ايه او حتى شخصيته هي ايه، المفروض يعلي منها كل فتره ويبقى اداؤه احسن بكتير. ايه رايك ناخد كومنتس الاول؟ اوكي يلا ناخد كومنتس. طيب منى السمنودي بتقول اكيد بحب نفسي، بس ساعات لما ببقى مع اصحابي بحس اني بحبهم اكتر من نفسي. احنا اللي بنتكلم فيه ده بالظبط يا منى، ان انت المفروض تبقي بتحبي نفسك اكتر بكتير قوي عشان لما تبقي مع صحابك تبقي قادره ان انت تديهم الحب ده بزياده جدا. عشان كده انت ممكن الموضوع بيحصل بالنسبه لك بالعكس. عبير عبد السميع بتقول الصوت رجع حالا بس بيقطع وقت اضافي بقى ملناش دعوه. حاضر تمام، احنا هنكمل معاكم ان شاء الله والوقت الاضافي هيزيد يا عبير ما تقلقيش. تمام. مي جلال كمان بتقول انا بحب نفسي طبعا، اما كنتش احبها مين هيحبها؟ يعني ده طبعا ده برافو عليك، يعني هو ده فعلا المفروض. لو احنا ما كناش نحب نفسنا مين هيحبنا يعني يا ترى؟ تمام صح. طيب اكتر حاجه بتفرحني الشوكولاته. يا سلام. فلما بكون متضايقه او داخله على حاجه بتضايقني بجيب لنفسي شوكولاته، واحيانا الله. بجيب هدايا لنفسي كمان. انا عايزاكي تقولي لي يا مي كمان ايه هي الهدايا اللي انت بتجيبيها لنفسك غير الشوكولاته والحاجات دي؟ عايزين كده نخلي الناس الشوكولاته وحاجات تانية كتير. يعني كل واحد لما بيبقى متضايق او لما بيبقى عايز يقعد مع نفسه شويه بيعمل حاجات كتيره جدا. انا بالنسبه لي بصراحه اني انزل اشتري لبس او انزل اعمل حاجه جديده لنفسي، ده بيبقى بالنسبه لي حب للنفس. نكمل بقى. منى بتقول بنعمل الواجب مع الناس مش هنعمله مع نفسينا. بالظبط كده، هو ده اللي احنا جايين نقوله النهارده، ان احنا ازاي نعمل الواجب مع نفسنا، ازاي يعني نحب نفسنا ونعبر عن الحب ده ازاي. فده اللي هنتكلم عنه النهارده يا منى، خليكي معانا هنقول لك حاجات جميله قوي هتفيدك. طيب نشوف بقى الغلطه الثانيه اللي احنا ممكن نقع فيها يا اسلام. طالما الغلطه الاولى كانت عدم الثقه في النفس، الغلطه الثانيه ممكن تكون الغرور. هو زي صاحبتك كده ما كنتي بتتكلمي عنها، ان هي لما تقولي لها كلمه حلوه تقول لك لا ازاي وكده، هي بتحاول تبعد عن الغرور. دي الغلطه الثانيه اللي ممكن نقع فيها، اللي هي ان الواحد يحب نفسه زياده عن اللزوم. وده يمكن لو انت يعني التزمت بالمبادئ اللي احنا هنتكلم عليها النهارده مش هتقع فيه خالص، لان انت ما ينفعش تحب نفسك زياده على فكره. يعني لو انت مشيت على الخطوات اللي هنقولها لك النهارده مش هينفع تحب نفسك زياده. هي مش حاجات المفروض ان كل واحد فينا يعملها فروم اتو زاد زي ما بنقول، ولكن هي بس حاجات بسيطه كده. كل واحد فينا بيبقى في حاجات بالنسبه له مش فاهمها قوي، وبيبتدي لما يعرفها الدنيا تبقى منوره بالنسبه له اكتر، ويبتدي يعرف يعني عن نفسه حاجات اكتر من كده. عن الاحتياجات هنكلمكم اكتر عن احتياجات الانسان اللي بتبقى محتاجه منه تلبيه. لو ما لباش الحاجات دي بيكون في مشكله عنده، ولو لباها بيحس بالسعاده. ده هنتكلم عنه بس كمان شويه، مش هنتكلم عنه دلوقتي. احنا الاول هنحكي لكم على حكايه صغيره كده.
يمكن بالظبط كده. الحاج سقراط. سقراط الراجل ده انا بحبه جدا لدرجه ان انا يعني كاتب اسمه على الفيس، بحبه جدا. هو بيحاول يتقمص شخصيات الناس وبياخد، وانا هرفع عليك قضيه قريب. مين اللي بيتقمص شخصيات انت الناس؟ بتتقمص شخصيات الناس. انا واحد بحبه وبكتب اسمه على ايه يعني ايه اسلام سقراط؟ طب ما ايه المشكله؟ انا عايزه اقول لك ان انا موافقه بيك اصلا بالعافيه، فكمل يلا. طب يعني على فكره بقى انا اعترض اي حاجه. انا الراجل وكلمتي. نرجع لموضوع سقراط ونبعد عن موضوع انا الراجل وانا فعلا الراجل والكلام اللي هيمشي. فاحنا هنرجع دلوقتي لموضوع سقراط. بص يا ستي، سقراط ده كان واحد كده ماشي في حاله ملوش دعوه باي حاجه. واحد كده جه يسلم عليه قال له ازيك احكم الناس. قال له ايه ده؟ انا مش احكم الناس ولا حاجه. قال له لا ازاي الكلام ده؟ انت احكم الناس، ده انا لسه جاي من معبد دلفي. يا عم انت ما تعرفش نفسك ولا ايه؟ بالظبط كده. الكهنه بتاعت معبد دلفي. معبد دلفي ده كان زمان حاجه جامده قوي كده، زي مدرسه كده كانت عندنا زمان. لا مش مدرسه، حاجه جامده دينيا يعني حاجه حلوه يعني. فالكهنه قالت ان انت احكم الناس. ازاي الكلام ده يا عم؟ طب روح شوف بنفسك. راح الراجل طالع على اول الشارع كده واخد توك توك ورايح لمعبد دلفي وقابل الكهنه. ازيك عامله ايه؟ قالت له ازيك يا احكم الناس. الله الله، وكل شويه حد يقول احكم الناس، ايه الحكايه دي؟ الست اتضايقت جدا وقتها وقعدت تقول له انت ازاي مش عارف نفسك يا حاج سقراط؟ قال لها لا والله انا عارف نفسه. قالت له انت احكم الناس. قال لها لا انا مش احكم الناس. قعدوا يشدوا مع بعض. المهم وصل الكلام في الاخر المهم وصل الكلام في الاخر وراح قال لها ايه بالظبط كده، جمله من كلمتين قالتهم له غيروا حياته. قالت له اعرف نفسك. سقراط ده كان استاذ افلاطون، وافلاطون ده كان استاذ ارسطو اللي هو اللي واضع اساس كل العلوم اللي احنا لحد النهارده بنستخدمها. انا بقول لكم الموضوع ده عشان نعرفكم الراجل ده قد ايه مهم، وان الراجل ده حياته كلها اللي اثرت فينا كلنا ابتدت من الكلمه الصغيره دي، ان احنا نعرف نفسنا. بالزبط. طيب انا ممكن اقول لكم على مثال بسيط جدا كل واحد فينا ممكن يقدر يعرف بيه نفسه اكتر. انت مثلا بالليل بعد ما بتخلص شغلك او بعد ما بتخلصي مدرستك، لصغيرين او كبار لاي سن في الدنيا، واحنا قاعدين كده على السرير بالليل نغمض عينينا ونبتدي كده نفكر احنا عملنا ايه النهارده. انت ما بتعملش كده فخليك على جنب. المهم ازاي انا بعمل كده على طول؟ ما بتعملش كده على فكره، انا بشوفك. طيب المهم فبتبقى قاعد كده على السرير وبنغمض عينينا وبنبتدي نشوف احنا ايه اللي عملناه طول يومنا النهارده. عملنا حاجات حلوه، عملنا حاجات وحشه، وبنبتدي نشوف الحاجات الحلوه دي هنزودها ازاي، والحاجات الوحشه بنبتدي نشوف ازاي هنبتدي نقللها بعد كده، وازاي بعد كده كمان بعد كده كترت ازاي بعد كده. انا الموضوع ده بس ما رضيتش اعلق يعني. مش عايز تعلق عليا يعني؟ ما خلاص بقى هنعمل ايه؟ انا تعليقك غصب عني مش حاجه كبيره يعني يا اسلام، خلاص مش مشكله. يعني تعالي يعني مش هتكلم. يعني ايه مش حاجه كبيره؟ مش هتكلم. طب خليكي في الموضوع لو سمحتي. طيب انا كنت بتكلم عن الست ولا كنت انا كنت بقول على الواحد هو نايم بالليل. أيوة المهم فبعد ما بتبقى بيحاسب نفسه وبياخد باله هو قال ايه للناس وضايقهم وعلى الهوا وكده، فيعني لازم ياخد باله من الحاجات دي عشان ما يعملهاش تاني بعد كده. انت قصدك على مين؟ عامه يعني انا بتكلم عموما الحياه في الناس كل الناس قاعده في مذيعين وقاعدين بيعملوا في نفسي ابقى مذيع دلوقتي. كلهم دلوقتي بيأنبوا نفسهم بالليل. المهم ده اللي انا بكلمكم فيه، ان احنا نحاول بلس ان احنا نجيب حاجه او يعني حاجات كتير احنا بنحبها لنفسنا. احنا المفروض كمان نقعد نحاسب نفسنا ونشوف احنا بنعمل ايه في يومنا. من خلال الحاجات دي هنقدر وقتها نعرف نفسنا، دي اول حاجه. تاني حاجه نقدر نحب نفسنا. انت كنتي مره حكيتي لي على مقاله كده قريتيها فيها حاجه شبه كده. تمام. قبل ما اقول على المقاله، ايه رايك بس نشوف كمان الناس اكتر ونشوف الكومنتس بتاعتهم. احنا عايزين نعرف قولوا لنا بقى يلا الناس كلمونا بتحب نفسها ولا لا، وكمان ايه الحاجات اللي بيعملوها عشان يحبوا نفسهم اكتر واكتر. هنستنى الكومنتس بتاعتكم على 26 90 66 81. وكمان من خلال رقم ده، انا قلت رقم تليفون ده، كمان من خلال صفحتنا على الفيسبوك هي راديو بص وطل بالانجلش. فاصل صغير ونرجع لكم على طول. استنونا في نفسي ابقى مذيع. زمانك أنا راجل مش بنام، نفسي مرة أنام، بقالي سنة مش بنام، ما أنام، أنا عايز أنام مش عارف أنام. أنا ما تشرب شاي وأنت مش عاجب شاي. أنا ما تشربش قهوة أنت مش عاجب قهوة. أنا ما تشربش مية مش عاجب مية. ومش بنام، إزاي أنام؟ يلا بنام. ما أنا فين حمام
نعطي بابا قلت عايز انام، نعطي ماما قلت انا مش عارف انام، نعطي انتيزة قلت انا مش عارف انام. انا ما نام وبابا نام وتيزة نام، انا مش بنام وما حدش عنام ويا ربي ما نام. يا ربي ده كله نام. 26 60 66 26 إيه ده؟ 90 إيه ده؟ 66 81 ده اللي حصل رقمنا. ده؟ وكمان ثانية واحدة قولي الرقم صح معانا الأول. 26 90 66 81 بالظبط ده كده. رقمنا. وكمان اللي عايز يتواصل معانا هيكون من خلال صفحتنا على الفيسبوك، هي راديو بوس وطل بالانجلش. بنتكلم وبالعربي معاكم برضو تنفع على النهارده. طيب وبنتكلم معاكم كمان النهارده عن ازاي تحب نفسك، بتعمل ايه عشان تحبها، بتعمل ايه عشان تحبها يا اسلام؟ والله انا بعمل حاجات كتير. اولا ان انا بقول رقمي صح، رقم التليفون صح، لما اي حد بيكلمني عديها، بقول له عديها حاول تعديها. طيب لازم استغل كل الغلطات. من 60 ل 90 ما فرقتش كتير. هي فرقت كتير جدا. لا طيب نتكلم في الموضوع بقى نفسه عشان ما يخرجش مننا. انا لما يعني اكتر حاجه عايز اعرفها منك دلوقتي موضوع المقاله ده اللي افدتيني بيها جدا وعايزك تفيدي الناس معايا بيها. تمام. كان في كاتبه اسمها ايمان الماحي. ايمان كانت بتتكلم في البدايه ان هي حاسه ان هي مش بتعرف تبسط نفسها، مش بتعرف تعمل ايه عشان تحب نفسها اكتر. ابتدت تفكر هي بتعمل ايه في حياتها كل يوم، ما لقيتش تمام. حاجه خالص بتعملها. ابتدت تفكر تاني، طب هي في حاجات بتهملها في حياتها عشان تركز مع نفسها اكتر. لقيت ان هي بتركز مع كل الناس وبتحب كل الناس لكن مش قادره تحب نفسها اكتر. من الكلام دوت ابتدت ان هي تكتب المقال اللي احنا شفناه او اللي انا يعني قريته. وابتدت من وقتها تشتغل في مجله كبيره جدا، وابتدت تعرف هي عايزه تعمل ايه وحبت نفسها اكتر، وبقت بتكتب مقالات رائعه جدا وبتدي اهداف للناس قويه جدا. جميل. هي من خلالها اول ما عرفت نفسها زي ما سقراط عرف نفسه بالظبط ابتدت مش تعرف زي هي. لو سمحتي محدش زي سقراط. احنا مش بنتكلم لو عليك انت، سمحت. مش اسلام سقراط، احنا أيوة، لا، بنتكلم أنا على الحاج سقراط ماشي. نفسه. المهم فهي اول ما عرفت نفسها ابتدت تكتب المقالات دي وبقت شخص معروف جدا بالنسبه للناس. تمام. ده المقال اللي كنت عايزه اقول لكم عليه. نكمل بقيه الكومنتس بتاعتنا كمان. يلا يا اسلام. احنا كنا اخر حاجه قريناها بنعمل واجب صح. بنعمل واجب. بعد كده عبير عبد السميع ايه اللي انتم شغالينه ده، المفروض دي اغنيه. يمكن الكومنت ده من ساعه تقريبا، دي كانت نانسي عجرم. فيعني كانت حاجه ليها علاقه بالموضوع اكيد يا عبير. فيعني لو في اغنيه معينه عايزاها اطلبيها مننا وهنشغلها لك. هي لو ما كانتش متابعه معانا نفسي ابقى مذيع من البدايه، احنا بنكمل معاكم نفسي ابقى مذيع. ومعاكي دلوقتي يا عبير اسلام اسماعيل ورنا ابو المجد. تابعي معانا الفقره بتاعتنا واعرفي انت بتحبي نفسك ولا لا، وبتعملي ايه عشان تحبيها. عايزاكي اشوف كده الكومنتس بتاعتك يا عبير. مرام التركي كمان بتقول صباح الخير عليكي يا رنا، انت واسلام موضوعكم حلو قوي، ربنا معاكم. ميرسي جدا يا مرام. كمان رنا محمد بتقول لما بعمل حاجه تعجبني او انجاز في حياتي بكافئ نفسي واجيب ليها حاجه حلوه. ده جميل جدا. كمان منى السمنودي بتقول لما بيبقى بفرح بخرج مع اصحابي، دي الحاجه اللي بتخليني احب نفسي وبحب اي حاجه. احنا بنتكلم شويه يا منى على اللي انت بتعمليه لنفسك اكتر من الناس حواليك. هي كمان يعني ممكن تكون قصدها ان هي بتكافئ نفسها اسلام بان هي لما بتحس ان هي عامله حاجه حلوه نفسها فبتبتدي تخرج مع صحابها، يعني دي بالنسبه لها مكافاه. تمام. الصحاب بالنسبه لناس كتير حاجه مهمه جدا في حياتهم، وبيحاولوا ان هم دايما يكافئوا نفسهم بان هم يخرجوا معاهم ويبقوا قاعدين معاهم قعدات حلوه جدا. كمان ميرتي هارتي بتقول وانا بحب نفسي كتير ولما بكافئها بشتري لبس حلو ليا. حلو ده جدا جميل. تمام. كاتسي سالم بتقول انا كمان بحب نفسي بس مش لدرجه الغرور، وبحب اصحابي كتير. صح. وانا لما ببقى نفسي في حاجه بعملها وبجيب لنفسي هديه في الفالنتاين. جبت لنفسي ورده حلو جدا حلو جدا جدا جدا. الموضوع ده ان هي كافئت نفسها وان هي جابت لنفسها هديه في الفالنتاين، دي حاجه جديده. انا عايزه اقول لك تقريبا ناس كتير قوي عملت الكلام ده السنه دي بجد. يعني انا سمعت ناس كتير، وناس كتير ابتدت تجيب لاصحابهم بنات او ولاد او اهلهم ابتدوا يجيبوا لهم هدايا. الموضوع بقى مختلف جدا، ما بقاش مقتصر على اتنين ما بيحبوا بقاش بعض. الكابل
الكل يعني بقى الحكايه بالظبط. عادي، ممكن للصحاب وممكن لنفسك على فكره. وانا عجباني قوي فكره ان الواحد يجيب لنفسه هديه في الفالنتاين، دي حاجه يعني عجباني جدا وبحييكي عليها يا كاتسي، جميله جبت نفسك جدا. قبل كده هديه يا اسلام؟ على يعني فكره انا كافئت عملتها نفسك؟ والله عملتها. جبت ايه؟ والفالنتين اللي فات عملتها، جبت إيه؟ قلب كده في حته عادي يعني، كان حد يجيب لي هديه انا بجد؟ بدلع نفسي حسيت جدا. ان انت مبسوط ولا وقتها ولا؟ جدا على فكره، وكنت كل ما حد يسالني بقول له على فكره دي انا اللي جايبها لنفسي في الفالنتين، وعادي جدا. الناس بتتقبل الموضوع؟ في ناس بتتقبل وفي ناس بتتريق، بس عادي انا كده بعمل ده ليا، مش مستني من حد ان هو يتقبل او لا. بالظبط، يعني ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان هو احنا حر. بنرضي نفسنا في البدايه وبعدين بنبتدي نفكر الناس بيبقى وجهه نظرها ايه او هم شايفين الموضوع ازاي. بالظبط كده. احنا جايبين لكم بقى معانا النهارده هديه، يعني حاجه كده هنتكلم عنها، اعتقد انها تكون مفيده ان شاء الله ليكم. هي عباره عن عارف كده العربيه بتبقى عايزه بنزين، عايزه زيت، عايزه حاجات كده احتياجات اساسيه. انت عندك كانسان برضو احتياجات اساسيه تبقى محتاجها. الاحتياجات دي لو لبيتها هتبقى دايما مبسوط وما عندكش مشكله، ولو ما لبيتهاش بيبقى عندك مشكله وبتبقى حاسس انك مش مبسوط. او الاحتياج من الاحتياجات دي هو الامان. طيب ان احنا نحس بالامان، يعني مثلا لما تبقى موجود في شغلك وتحس ان مديرك بيغتت عليك، لما تبقى موجود في شغلك وتحس ان في حد بينفسن عليك او على وجودك او على تقدمك في شغلك، انت ساعتها مش بتحس بالامان. الناس اللي قدامك دي بتبقى حاسه ان انت مش مخليلهم امان في المكان، ان انت مهدده لهم. ليه؟ يعني انت بتبقى متفوق عنهم فهم بيبقوا متضررين جدا منك. عايزين يحسوا بالامان هم ازاي؟ ان انت تمشي، وانت عايز تحس بالامان ازاي؟ ان انت تبقى متقدم اكتر. اللي احنا عايزين نفهمه للناس تلاقي عصافير بقى بتطلع من الموضوع ده. اللي احنا عايزين نفهمه للناس ان الامان بيجي مش بطريقه على طول ايجابيه. ممكن الناس تبقى بتفكر في الامان بالنسبه لها بطريقه سلبيه، وممكن ناس تانية تفكر بالامان بطريقه ايجابيه جدا. بالظبط، يعني اللي بيشتغل كويس قوي وبيزود كفاءته ده بيحاول يحقق الامان، والعصفوره اللي بين الاخبار التانيين ده برضو بيحاول يحقق الامان. ده اول احتياج عندك، وده لو ما تلباش بيعمل لك مشكله كبيره وبتحس يعني بالتعاسه. الاحتياج التاني بقى تاني حاجه هنتكلم عنها بعد الامان هو حاجه استقرار جدا. نتكلم عن الحاجه التانية وهي التغيير. ان انت تعمل تغيير في حياتك. هو فعلا زي ما اسلام كان بيقول ان هو حاجه متغيره. انت ازاي تخلي نفسك عندك تغيير؟ يعني انت تعمل حاجه مش تقليديه في حياتك، تروح تعمل تنزل تسافر، تبتدي تروح تشوف اصحابك بقالك كتير مش شفتهمش، تكلم ناس كتير، تعمل تغيير في حياتك. يعني هي دي بتكون حاجه بتفرق معاك جدا في شخصيتك بعد كده. طيب احنا يمكن مش هيكون عندنا وقت كفايه ان احنا نقول لكم باقي الحاجات كلها، بس بالاسم كده احنا قلنا الامان، وبعد كده التغيير، ثالث حاجه بتبقى التميز، ورابع حاجه بتبقى الحب، وخامس حاجه بتبقى النمو، وسادس حاجه بتبقى العطاء. دول 6 احتياجات اساسيه عند كل انسان بيبقى محتاج يلبيهم عشان يقدر يحس بالسعاده وعشان يقدر يحب نفسه. لو الاحتياجات دي ما اتلبتش بتبقى حاسس انك متضايق، بتبقى حاسس انك عندك مشكله، وممكن تضر نفسك واللي حواليك كمان. بالظبط. انا عايزه قبل ما نختم معاكم نقرا اخر كومنت معانا. محمد عويس بيقول انا ببقى مغرور في وقت اللزوم لما الاقي حد بيقلل مني، لكن مش في كل الاوقات. انا في كل الاوقات ببقى عادي، عندي ثقه في نفسي زياده جدا. الناس بتفتكرها غرور لان انا بحب افتخر بذكائي وبعلي من نفسي جدا جدا. حلو جدا ان انت تبقى عارف ايه هي الميزه اللي عندك وبتحاول ان انت تعلي فيها على طول. الوحش ان الناس تفتكر ان انت مغرور، ولكن ان انت بعد كده من خلال تصرفاتك يا محمد الناس هتبتدي تعرف ان انت فعلا مش مغرور. اول ما تقرب منك وتعرفك اكتر او تعرف شخصيتك اكتر بتبتدي تكتشف ده. يعني انا شخصيا حصل معايا الموضوع ده. الناس كانت بتفتكر انا حاجه، وبعديها لما الناس بتتعامل معاك بتعرف حقيقتك، او بيفتكروا حاجه وبيفتكروا بتطلع غلط. بالظبط. بعد وقت قد ايه بياخدوا؟ ما اعرفش. انت عارف بيبتدي لحد دلوقتي بيفتكروا، لسه ما اتغيرتش. لا، الناس لما تبتدي تقرب منك ده فعلا بيحصل، بيبتدوا يعرفوك اكتر وشخصيتك بتبقى بالنسبه لهم واضحه اكتر، وبيغيروا وجهه النظر اللي هم كانوا يعني قايلينها عليك. بالظبط. احنا الحاجات اللي كنا عايزين نقولها لكم يمكن الوقت بس ما سعفناش ان احنا نقولها لكم كلها. المفروض ان الحاجات دي لما بتعملها لنفسك بتعرف تحبها، ولما بتعرف تحبها عامل زي كوبايه كده، يعني عشان تعرف تشرب منها لازم تبقى مليانه. فانت عشان تدي لحد الحب لازم انت الاول تحب نفسك. يعني لو انت متضايق زعلان عمرك ما هتبقى يعني تدي اي حاجه ايجابيه اللي حواليك. فلازم في الاول تبدا تملى الكوبايه بتاعتك دي على الاخر، وبعديها تبدا تدي للناس التانية. عايز اقول لك حاجه يا محمد، موضوع الغرور او راي الناس فيك ده برضو ده سلاح ذو حدين، لانه ممكن يكون في حد يعني عنده كومنت انت فعلا بتعمله. فبرضو مش معنى ان احنا بنتكلم النهارده على حب النفس انك انت تلغي الناس اللي حواليك، لا، خلي برضو راي الناس مهم ليك. وعلى فكره هي حاجه من الحاجات اللي احنا كنا اتكلمنا عليها، الحب والتواصل ده من ضمنه الصداقه وراي الناس فيك. يعني مثلا رنا رايها فيا مهم جدا بالنسبه لي، وراي
رايي فيها مهم جدا بالنسبه لها هو اكيد. يعني ما يفرقش بالنسبه لي كتير، المهم احنا بكده للاسف خلصنا معاكم إزاي يعني ما فقرتنا يفرقش؟ النهارده. إزاي؟ خلصنا فقرتنا، خلاص نبقى نناقر بعض في حاجات بعد كده تانية. ماشي. خلصنا فقرتنا معاكم النهارده. اللي عايز يفوت لينا هيبقى رقمنا 1. اكتبوا كومنتس لينا، رقم احنا 1. رقم 1. واسمائنا رنا ابو المجد واسلام اسماعيل. اسلام الاول على فكره. رنا ابو المجد واسلام الراجل اسماعيل. الأول. كاننا مستمعينه خالص. بنختم معاكم من هنا رنا فقرتنا، بعد اسلام. بنختم فقرتنا معاكم النهارده، ويا ريت تفوتونا، وبنشكركم جدا، يا رب تكونوا استفدتوا من حلقتنا. شمس النهار. نفسي ابقى مذيع على راديو بص وطل. نفسي ابقى مذيعة. نفسي ابقى مذيعة على راديو بص. نفسي ابقى مذيعة على راديو بص وطل. 26 90 66 81. راديو بص وطل. نفسي ابقى مذيعة على بص وطل. اقوى راديو انترنت. اقوى راديو انترنت. نفسي ابقى مذيع على راديو بص وطل. اقوى راديو انترنت. نفسي ابقى مذيعة على راديو بص وطل. نفسي ابقى مذيع على بص وطل. نفسي ابقى مذيعة على راديو. ونقابلكم مرة تانية في حلقة تانية مع شمس النهار. بص وطل اقوى راديو انترنت.